عمرك سألت نفسك قبل كده ليه في ناس بتلمس التراب يبقى ذهب وناس تانية مهما عفرت بتحس ان محلك سر؟ هل هم اذكى منك ولا الدنيا جاية عليك شوية؟ الحقيقة ان اللعبة كلها في دماغك. النهاردة هنعرف سوا ازاي الفشل اللي كسر مقاديفك ده لسلم تطلع بيه لأحلامك. من غير كلام تنمية بشرية محفوظ، هنتكلم في المفيد. يا اهلا بيكم. بصوا يا جماعه، خلينا نتكلم مع بعض بصراحه شويه. احنا اتربينا في مجتمع بيقدس النتيجه النهائيه وبيرمي في الزباله اي محاوله مش كامله، من واحنا لسه في المدرسه ان اللي بيجيب الدرجه النهائيه هو الشاطر واللي بيغلط في سؤال هو الفاشل. ومن هنا بدات العقده. احنا خايفين نفشل مش عشان خاطر الفشل وحش، احنا خايفين من كلام الناس، من نظره الشفقه من عين اصحابك او اهلك، ودايما بنبقى خايفين ان مجهودنا يضيع على الارض. بس خليني اقول لك سر صغير. النجاح اللي انت شايفه عند فلان اليوتيوبر المشهور قوي ده او رجل الاعمال المشهور جدا ده ما هو الا القشره الخارجيه اللي حصل بجد. يعني لو فتحنا الكواليس بتاعت اي حد ناجح هنلاقي بلاوي مليانه، محاولات باظت، فلوس وضاعت، ليالي من غير نوم، واحباط كان ممكن يخليه يعتزل العالم كله. بس هو عمل حاجه واحده بس مختلفه عنك. هو فهم ان الفشل ده ماده خام، زي بالظبط الخشب اللي بنصنع منه احلى عفش او الطوب اللي بنبني بيه افخم قصر. من غير الطوب المواقف الصعبه مش هتعرف تبني قصر النجاح بتاعك. طب ايه اللي بيفرق بجد بين عقليه الشخص اللي الفشل بيكسره وبين اللي الفشل بيقويه؟ وده اللي هنعرفه مع بعض في المقارنه الجايه دي. ركز معايا عشان الكلام اللي جاي ده بفلوس. عشان نفهم الموضوع صح خلينا نحط الشخص الناجح والشخص اللي مستسلم للفشل في كفتين ونقارن بينهم من 3 مواقف بيعدوا علينا على مدار اليوم. رقم 1، لما تيجوا تعملوا حاجه وتفشل من اول مره. الشخص اللي مستسلم لنفسه بيقول انا كنت عارف، انا اصلا حظي وحش، الموضوع ده مش بتاعي، ويقوم رامي الفوطه كده ويندب حظه. اما الشخص الناجح بيمسك في اللي حصل ده ويفصصه ويسال نفسه هو ايه اللي باظ بالظبط. هو ما بيشوفش ان هو فشل، هو بيشوف ان هو ليه طريقه ما كانتش بتشغل الموضوع، فيبدا ان هو يجرب طريقه ثانيه. هو ده وجهه النظر. تاني حاجه وهو النظر لنجاح الاخرين، ودي نقطه في غايه الخطوره. لما الشخص المستسلم بيشوف حد ناجح اول كلمه بيقولها يا بخته، ده اكيد معاه جت ضربه حظ او معاه واسطه. هو هنا بيريح ضميره عشان يبرر لنفسه وقفته مكانه. ولكن الشخص الناجح لما بيشوف حد سابقه بيروح ويساله انت عملت كده ازاي، وبيذاكر خطواته وبيعتبر نجاح غيره ده كتالوج مجاني ممكن يتعلم منه ويستفيد. الموقف الثالث هو النفس الطويل، الاستمراريه. المستسلم هو عايز الخبطه اللي تخليه مليونير تاني يوم الصبح. لو عمل فيديو او 2 أو 3 وما جابوش مشاهدات يكتئب ويقفل القناه وخلاص كل حاجه باظت على كده. اما الناجح فهو فاهم قانون التراكم، عارف ان النجاح ده عامل زي اللي بيحفر بير، ممكن يفضل يحفر 100 متر وبرضه مفيش نقطه ميه، بس هو واثق ان الميه موجوده وممكن تكون على بعد سنتيمتر واحد من الضربه الجايه. انا عايز اقول لك حاجه بيني وبينك، مفيش حد اتولد ناجح. كل اللي انت شايفهم فوق دول كانوا في يوم من الايام تحت، وكمان كان عندهم نفس مخاوفك ونفس الناس اللي بتحبطهم، ويمكن كمان امكانياتهم كانت اقل منك بكتير حاليا. الفرق الوحيد ان هم رفضوا يصدقوا فكره ان هم فاشلين. خليني احكي لكم قصه واحد بدا حياته صفر امكانيات، وهو سويتشيرو هوندا. الراجل ده في بدايته قدم على وظيفه مهندس في شركه تويوتا. طبعا مين فينا ما يعرفش شركه تويوتا حاليا؟ تخيلوا معايا ايه اللي حصل. اترفض، وكمان قالوا له انت مش كفء للوظيفه دي. هل هو قعد يعيط ولا ده انا مهندس جامد قوي وكان لازم اتوظف معاهم، ازاي ما ياخدونيش؟ هو ما عملش كده. قرر ان هو يصنع شامبر لمواتير العربيات في المصنع بتاعه الصغير ويصدرها لشركه تويوتا. وبعدها الحرب قامت ومصنعه اتدمر والدنيا باظت معاه. وبعد الحرب دي حصلت ازمه بنزين في اليابان والناس كلها ما كانتش عارفه تمشي بعربياتها. وهنا جات له فكره، جاب موتور صغير وركبه على عجله دراجه. ومن هنا بدات اسطوره موتوسيكلات هوندا اللي غزت العالم حاليا. لو كان هوندا اتقبل في وظيفه تويوتا كان زمانه مات مهندس مجهول، ولكن فشلوا في الحصول على الوظيفه اللي خلاها صاحب اكبر شركه منافسه ليهم في العالم. اوقات الفشل بيكون هو الزقه اللي انت محتاجها عشان تبني امبراطوريتك الخاصه. طب يا سيدي الكلام اللي فات ده جميل قوي، بس انا دلوقتي برضه هعمل ايه؟ ازاي هعزم البعبع اللي اسمه الفشل ده وابدا ان انا اشوف نتائج بجد؟ خليني اقول لك على 3 خطوات لو نفذتهم اوعدك ان حياتك هتتغير 180 درجه. الخطوه الاولى هي انك تبطل مثاليه. اكبر سبب لاي حد فاشل ان هو دايما عايز يبدا برنس، عايز احسن كاميرا واحسن اضاءه او احسن وقت. انسى كل الكلام ده، ابدا باللي معاك ومن المكان اللي انت فيه. النجاح دايما بيحب الحركه، ما بيحبش الناس اللي واقفه مكانها ومستنيه ان الظروف تتحسن. الظروف ما بتتحسنش غير لما انت تبدا ان انت تتحرك. الخطوه الثانيه وهي قاعده ال5 ثواني. انت عارف اللحظه اللي بيجي لك فيها فكره وبتقول خلاص انا هقوم اعملها، وبعدين عقلك يقول لك يا عم ما تخليها كمان شويه، خلاص يعني الدنيا طارت حبكت دلوقتي.
انا عايزك اول ما تجيلك الفكره عد معايا من 1 ل5. 1 2 3 4 5. قوم اتحرك دلوقتي. الحركه دي بتموت اي كسل اللي هو اساس اي فشل. النجاح دايما محتاج واحد بياخد فعل، مش واحد بيفكر وبس. الخطوه الثالثه وهي صاحبك اللي بيشدك لفوق. في جمله بتقول انت عباره عن متوسط ال5 اشخاص اللي بتقعد معاهم. لو كل اللي حواليك فاشلين ومحبطين وبيندبوا حظهم، طبيعي ان انت هتكون زيهم وتبقى واحد منهم. لو عايز تنجح حط نفسك بناس ناجحه، او حتى تابع ناس ناجحه على السوشيال ميديا يا سيدي. اتعلم دايما منهم، خلي كلامهم هو اللي يملى ودنك بدل كلام الاحباط ده والكلام اللي بيودي ولا بيجيب. الفشل يا جماعه مش حيطه سد خبطه فينا. الفشل ده باب، بس محتاج منك شويه مجهود وتكرار عشان تفتح الباب ده وتشوف ايه اللي وراه. وانت دلوقتي قدامك اختيارين، يا واقف قدام الباب وبتشتكي، يا تحاول تفتحه بكل قوتك. الحقيقه يا صديقي احنا اتكلمنا عن النجاح وشكله الحلو، بس في حقيقه مره لازم تعرفها. النجاح ليه ضريبه ومحدش بيوصل للقمه ببلاش. انت عارف ايه هي الضريبه؟ الضريبه هي الوحده في البدايات، ان مفيش حد يبقى مصدقك ولا فاهم انت بتعمل ايه. الضريبه هي السهر واصحابك كلهم خارجين وبيتفسحوا وبيظبطوا الدنيا وانت سهران عشان خاطر تحقق حلمك. الضريبه هي الرفض، انك تخبط على 100 باب ويتقفل في وشك وتخبط على الباب اللي بعده. كتير مننا عايز الوجاهه وعايز الفلوس وعايز الناس تشاور عليه ويقولوا هو ده الشخص الناجح، بس قليل قوي اللي مستعد يستحمل الوجع اللي بيجي قبل النجاح ده. والفشل الحقيقي مش ان انت تخسر جوله، الفشل الحقيقي هو انك تكون عايز تنجح من غير ما تدفع ثمن لاي حاجه. اسال نفسك النهارده، هل حلمي يستاهل ان انا اضحي بساعتين نوم او خروجه كويسه مع اصحابي؟ لو اجابتك ايوه يبقى مبروك، انت كده حطيت رجلك على اول درجه في سلمه من سلمه النجاح، وبقيت اقوى من اي فشل ممكن ان هو يقابلك. وفي الاخر يا بطل انا عايزك تفتكر ان النجاح مش عكس الفشل، الفشل هو جزء من طريق النجاح. مفيش حد وصل وهو قاعد حاطط ايده على خده، ومفيش حد نجح من غير ما يغلط ويتعلم. لو حاسس ان انت دلوقتي في مرحله فشل او تعثر، فدي احسن فرصه ان انت تبدا صح. قول لي في الكومنتات ايه اكبر تجربه فشلت فيها وعلمتك درس مش ناسيه لحد النهارده. انا هقرا كل الكومنتات وهرد عليكم. ولو الحلقه دي فرقت معاك ولو حتى 1%، ما تبخلش علينا باللايك والشير وتشترك في القناه عشان يوصلك باقي الفيديوهات الجديده، عشان الحلقات الجايه مهمه وتقيله جدا. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.